السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد. وصلنا لآخر حلقة في كأس إفريقيا، من بعد مجموعة من الحلقات، يعني من قبل البداية ديال كأس إفريقيا، دور المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي. الآن كنوصلوا للحلقة الأخيرة. نتمنىو نكونوا توفقنا في التغطية ديالنا لكأس إفريقيا. خلوني هنا في التعليقات ديالكم، يعني واش كنا يعني موفقين يعني في التغطية ديالنا لهاد الكأس إفريقيا. كأس افريقيا اللي كان البطل ديالها منتخب كوت ديفوار، اللي تمكن انه يفوز في المباراة النهائية على نيجيريا ب2-1. الكوت ديفوار لجميع السيناريوهات، يعني كيفاش تأهل من دور المجموعات ولا في الثمن ولا في الربع، ونصف النهائي حتى النهائي. فكما كنقولوا كاس افريقيا بلغة الكرة باغا، يعني ما كانتش باغا يعني تمشي من الكوت ديفوار، يعني جات الكوت ديفوار بغات تبقى في الكوت ديفوار. ولكن في هذه المقابلة النهائية، باش نعطوا حتى للكوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار يعني حقه، ما نبقاوش نقولوا انها مسألة يعني حظ. فالمنتخب الكوت ديفواري قام بمقابلة نهائية مثالية يعني على كل الجوانب. بلغة الكرة كلا منتخب نيجيريا. نيجيريا اللي ما جاش هاد المباراة، نيجيريا اللي كيف ما كيقولوا يعني العبرة بالخواتيم، ولكن في مرحلة الختم فنيجيريا يعني ما كانتش في النهار ديالها، كان أسوأ يعني مقابلة ليها في كأس إفريقيا. لا شفنا المشوار ديال نيجيريا منذ البداية، كان مشوار جيد يعني ديال منتخب بطل غيفوز بالكأس، ولكن في النهائي فهي ما كانش، ما عرفش يعني شنو الاسباب، واش العياء، واش انها كانت الثقه اللي زائده شيئا بحكم انهم رابحين الكوت ديفوار يعني في المقابله الاولى. الكوت ديفوار اللي دخل مركز بشكل كبير. الاستحواذ فكان 62% للمنتخب الكوت ديفوار مقابل 38 نيجيريا. 18 تسديدة المنتخب كوت ديفوار مقابل 5 فقط لنيجيريا. 8 مؤطرين مقابل وحدة فقط لنيجيريا. 8 غير مؤطرين الكوت ديفوار مقابل 2 لنيجيريا. جوج يعني فرص كبيرة محققة الكوت ديفوار مقابل 0 لنيجيريا. يعني احصائيات اللي كبيره كتبين ان الكوت ديفوار فهو استحق اللقب يعني بشكل يعني كبير. وكما كنقولوا يعني سيطر على المقابله، وتفوق على نيجيريا، يعني لا تكتيكيا لا بدنيا، يعني على جميع المستويات. رغم ان نيجيريا بدات اللقاء بشكل جيد، يعني سجلت عن طريق ايكونغ يعني في الدقيقه 38. ولكن تمكنت الكوت ديفوار انها تدارك الموقف، تجيب التعادل، ومن بعد تسجل هدف انتصار. والمقابله اللي انتهت يعني في الوقت الاصلي في 90 دقيقه. منتخب كوت ديفوار يعني استاهل هذا اللقب، يعني من خلال الظروف يعني الجميع اللي مر منها من بعد الخساره المذله يعني في دور المجموعات، والكل يستهزئ بمنتخب كوت ديفوار. الجمهور ديال كوت ديفوار كان لاعبين مكاوي ظنا منهم انهم تقساو، ولكن في اخر المطاف يعني كما كيقولوا ما كتعرف الله اش مخبي ليك. فالكوت ديفوار كانت هي بطلة كأس افريقيا لسنة 2023. الا مشينا للحصيله ديال البطوله، غنلقاو المنتخب الكوت ديفواري بطل كاس افريقيا. احسن لاعب كانت المدافع ايكونغ، مدافع منتخب نيجيريا. يعني احسن لاعب في البطوله فهو مدافع اللي كان يعني بثوب المهاجم، فهو سجل 3 الاهداف في كاس افريقيا لمنتخب نيجيريا. من الهدافين يعني ديال كاس افريقيا. لاعب ل 30 سنه كيلعب في الدوري اليوناني، مدافع اللي صراحه جيد جدا، يعني كان هاز المنتخب نيجيريا على كتافه دفاعيا. من الاسباب باش وصلت نيجيريا يعني بشكل كبير المقابله النهائيه. الا مشينا لاحسن حارس فتعطات لويليامز، حارس منتخب جنوب افريقيا. حارس اللي بين على مستوى اللي كبير، حارس سان داونز، حارس اللي محلي. صراحة حارس اللي جيد جدا، التألق ديالو حتى في ضربات الجزاء. وكان من الأسباب يعني باش جنوب افريقيا اللي حرزات على المركز الثالث. هداف كأس افريقيا فكان سوي ب5 الاهداف. لاعب غينيا الاستوائية اللي كينشط يعني في الدرجة الثالثة في الدوري الاسباني. مهاجم ليبي على مستوى جيد يعني في هذا كأس افريقيا، وتألق مع منتخب غينيا الاستوائية، منتخب اللي كان مرشح انه يمشي بعيد، ولكن
في ادوار خروج المغلوب، فما هو ما قدمش الاداء اللي شفع ليه انه يمشي بعيد. البطوله اللي كانت ممتازه صراحه، شفنا فيها اهداف، شفنا فيها ايقاع، يعني من ابرز يعني النسخ اللي دازت على مر التاريخ ديال كأس افريقيا. شفنا فيها الاثاره، التشويق، يعني مجموعه من الاشياء. البطوله اللي كانت يعني كنقولوا شؤم على المنتخبات العربيه. اول مره يعني في التاريخ ديال كأس افريقيا ما غيكون حتى منتخب عربي في ربع النهائي، يعني لأول مرة في التاريخ، يعني اللي كيبين أن المنتخبات العربية كان عندها سوء الحظ في هاد كأس إفريقيا. آه، منتخب مغربي حتى هو اللي كنا كنتمناو أنه يكون في هاد الكأس يعني مزيان من بعد الأداء اللي قدم في المونديال. فللأسف فتعرض للإقصاء يعني اللي ما كانش متوقع، وغادرنا البطولة يعني بشكل اللي مفاجئ ومحبط. البطولة المقبلة غتكون في المغرب. من دابا خاص تبدا الاستعداد، من دابا خاص يبدا بناء منتخب اللي قوي، حيت الجمهور المغربي ما غيقبلش بشي حاجة من غير انك تتوج بالكأس، خصوصا انها منظمة في بلادك من 76 ما فزتي بها. كل مرة يعني كيكون عندك امل تفوز وكتقصى بطريقة يعني مشمئزة. فهادشي اللي غيخلي ان هاد الكأس فالجمهور المغربي فما غيعذرش يعني اللاعبين اللي غيكونوا في هاد الكأس ديال المنتخب المغربي. يعني اي لاعب غيجي يشارك في الكأس فيعرف انه هاز حمل ثقيل، وخاصو يجي 100% لهاد البطولة باش ان شاء الله نفوزوا بها. حيت ما يمكنش ما تفوزش بها في الظروف كامله اللي غتكون فيها الكاس، ولا ما فزتيش بها فانت غتفوز بها. نتمنى ان الاستعدادات تبدا من الان. الركراكي يحاول يصحح الاخطاء ديالو، يحاول يحيد العاطفه. اللاعبين اللي يستحقوا يجيو، اللاعبين اللي ما يستحقوش ما يجيوش. نتمنى انه يتوفق من هنا لكاس افريقيا، يعني حيت باقي المقابلات قبل كاس افريقيا. كاين اقصائيه كاس العالم ما توفقش فيها، فراه يقدر ما يلعبش معنا كاس افريقيا. يعني خصو يتوفق في الاقصائيات ديال كاس العالم اللي قبل كاس افريقيا، وفي المقابلات اللي غيخوضها يعني كامله. يعني الركراكي خاصو يبدا من دابا العمل، العمل ثم العمل ثم العمل باش نبنوا منتخب اللي قادر انه يفوز بكاس افريقيا في المغرب. هادشي اللي كان وصلنا لاخر يعني حلقه في كاس افريقيا. استمتعنا في هذا الشهر، شهر واكثر يعني استمتعنا فيه يعني بطقوس افريقيه، باجواء افريقيه. نتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، قمنا بتغطيه يعني اللي جيده للكاس على قدر الامكانيات اللي كاينه. هادشي اللي كان. تلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.